المثل بيقول ادي العيش لخبازه، وانا جايه اديكي خبره 4 سنين شغل في الكبه الشاميه او السوري او الكبيبه. هقولك ازاي تعمليها من غير ما تفك منك نهائيا، بس في اسرار كتير قوي سواء في التسويه او العجينه نفسها. وكمان لو عايزه تفرزيها هقولك تعملي ايه بالظبط عشان تطلع خطيره معاكي زي ما هي في الفيديو معانا هنا. ركزوا بس في الفيديو ده واعملوا لايك وشيروه علشان كل الناس تستفيد. ويلا بينا نشوف كل التريكات والتكنيك اللي هنعمله علشان نطلع عجينة مثالية. مبدئيا كده انا عندي نص كيلو من البرغل، وده برغل جاهز اللي هو بتاع الاكياس اللي في المحلات. لو في انعم من كده هاتيه، مفيش هتستخدميه عادي جدا. النص كيلو بيكون 3 كوبايات، فهحط له 3 كوبايات ميه سخنه بس بالتدريج. بحط كوبايه وبقلب والكوبايه التانية وبقلب. اما الكوبايه التالتة بقى لما هحطها هحط كوبايه الا ربع بس، والربع هنشيله على جنب وهنستخدمه برضو. هقلب كده لحد لما يتشرب الميه اللي عندي. بصوا هوريكوا دلوقتي يعني هو لسه شويه ميه صغيرين، فهقلب تاني علشان اتاكد ان كل البرغل واخد نفس كميه الميه تقريبا. وهغطي عليه واسيبه بس 10 دقايق. في الوقت ده هجهز معاكم الحشو. انا عندي هنا كيلو من اللحمه المفرومه بس مفيش فيها دسم زي ما انتم شايفين كده. انا استخدمت قطعه الكولاطه وقلت للجزار يفرمه لي. وهستخدم شويه سمنه صغيرين جدا، يا دوب بمسح بس الطاسه كده زي ما انتم شايفين. طبعا الطاسه تكون سخنه قوي. ننزل ب 700 جرام من اللحمه بس مش الكيلو، وهشيل ال 300 جرام للعجينه. وهبتدي اشوح اللحمه على نار عاليه كده علشان ما تنزلش العصاره بتاعتها. بعد كده احط عليها بصلايه كبيره متقطعه ناعم قوي. بصوا انا عاملاها ناعم علشان الولاد الصراحه، عايزين تقطعوا اخشن من كده برده مفيش مشكله خالص. ابتدي اشوح اللحمه والبصل مع بعض كده، وبعدين ابتدي انزل بالبهارات. احط فلفل اسود، بابريكا، واحط كمان 7 بهارات دي من عندي. حطيت كمان ملح. وهنقلب بقى كويس جدا لحد لما اللحمه تستوي عندنا، يا دوب بس 5 دقايق كده وهتكون استوت معانا. المهم ان احنا نهرس اللحمه كويس جدا كده علشان ما يبقاش فيه عندنا تكتلات فيها، تبقى حلوه قوي ومفلفله كده بالشكل ده. هسيبها بقى تبرد تماما وارجع للعجينه بتاعتي، وابتدي كده اقلبها بالمعلقه الاول. شايفين اتشربت كل الميه وحجم البرغل اللي عندي زاد زي ما انتم شايفين وبقى طري. بعد كده هقطع عليه بصلايه بيضه، بصلايه واحده بس ما نزودش عن كده. وهزود فص ثوم، والفص ثوم ده اختياري يعني، في ناس بتحطه وناس لا. حط نفس البهارات اللي انا حطيتها، فلفل اسود 7 بهارات، بابريكا، وكمان ملح. وبعد كده هزود اللحمه اللي انا شلتها اللي هم 300 جرام، يبقى على 500 جرام برغل حطيت 300 جرام من اللحمه. لو مش هحط لحمه هنحط معلقه الملح الاولى بس على العجينه. لو هحط لحمه يبقى هنحط ملح تاني للحمه، فانا حطيت هنا معلقه ونص من الملح الصغيرين على العجينه بتاعتي وكانت مظبوطه. وابتديت بقى اقسم اللحمه اخد منها شويه كده مع البصل، وابتدي اضربها في الكبه. يعني هفرمها مثلا على 5 مرات ولا حاجه علشان بتبقى تقيله شويه على الكبه. فاكرين بقى ربع كوبايه الميه؟ هبتدي كل مره وانا بضرب شويه من العجينه في الكبه احط لها معلقه واحده بس من الميه تمشي معايا العجينه. حلو جدا كده. شايفين بيبقى قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده ممتازه. هكمل باقي الكميه اللي عندي بنفس الطريقه زي ما قلت لكم، وما نتقلش على الكبه ايا كان نوعها. هنا خلصت الكميه كلها زي ما شفتوا، هحطها كلها في بوله واحده وهحط عليها معلقتين من النشا. ده بيفرق قوي لانه بيمسك لي العجينه وبيخليها ما تفكش معايا ابدا. في ناس بتحط بطاطس، اصل الوصفه الصراحه ما فيهاش بطاطس خالص، فانا هعملها بمعلقتين نشا اضمن ان هي مش هتفك معايا. زي ما انتم شايفين كده بجربها واعجنها كويس جدا واغطيها وادخلها التلاجة ترتاح علشان ما يبقاش البرغل مخرز عندي كده في الكبة. فلما بنحطها في التلاجة بتتناغم مع بعضها كده. فهسيبها الصراحة، انا كنت عاملاها قبل الفطار فسبتها ترتاح 2 ساعتين مثلا. وقت التشكيل بقى هجيب معلقة كبيرة من النشا واحط عليها حوالي تلت كوباية مية كده واقلبهم مع بعض كويس. افك النشا في المية على البارد كده تماما. هركنها على جنب واقول لكم هنعمل بيها ايه. اخد بقى الحشو بتاعي بعد ما برد تماما. شايفين مفيش فيه اي مواد دهنية ازاي؟ ده شرط اساسي في الحشو علشان الدهون اللي بتبقى في الحشو لو كانت زياده بتفك معايا الكبه. ممكن تحشي لحمه مفرومه بس زي ما هي كده، ممكن تزودي لوز زي ما انا عملت، تحط صنوبر، تحط رمان، براحتك خالص. احط معلقتين من دبس الرمان برده بيديله طعم حلو جدا للحشو. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس. وبس كده عملنا حشوه حلوه حلاوه مش طبيعيه. جربوها هتعجبكم جدا جدا انا متاكده. كده جهزت الحشوه بتاعتي. ارجع بقى للعجينه، خرجتها من التلاجة. ابتدي بقى اشيل الاسترتش كده من عليها شويه واعجنها عجنه بسيطه، يعني يا دوب الفها بس كده. والميه دي بنستخدمها واحنا بنعمل الكبه علشان لو في اي مسامات مفتوحه النشا بيقفلها معايا فبيخليها ما تفكش منك وهي بتتقلي. بعد كده هناخد قطعه مناسبه. انا عملت حجمين كبير وصغير. الحجم ده الكبير بيكون قد مثلا الليمونه الكبيره كده، وابتدي افرغها من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء
شاء الله في ايدي ما بتفكش ما بتشققش زي الفل. العجينه ممتازه. هاخد بقى من النشا او الميه بتاعت النشا دي بسيط خالص، يا دوب شويه صغننين قوي على صباعي كده، يا دوب ابل صباعي وادهن من جوه بالشكل ده، وبعد كده احط الحشو اللي انا عايزاه. الحجم الكبير ده اخد مني حشو معلقه وربع من الكبار. ابتدي الف الكبه بتاعتي بقى بالشكل ده لحد لما ناخد الشكل المتعارف عليه. لفها سهل بس بياخد وقت شويه. اتاكد بس ان مفيش اي تشققات بره، وندهنها برده من بره دهنه بسيطه قوي يا بنات، يعني ما نغرقهاش، بس صباعنا كده يتبل وندهنها من بره وندهنها من جوه قبل الحشو كمان. حلو جدا كده. نعمل واحده كمان مع بعض، نبتدي نحشيها ونلفها بمنتهى البساطه كده، ونتاكد بس ان مفيش اي قطع لحمه بره، علشان لو في قطع لحمه عليها من بره هتتحرق واحنا بنقليها. بس كده شايفين بمنتهى البساطه. حلوه جدا جدا وطعمها يعجبكم قوي، وتقدروا تفرزوها يا بنات. فهكمل الكميه كلها وارجع اقول لكم ازاي تفرزوها. النص كيلو عمل لي 38 واحده، منهم ما شاء الله كميه كبيره، حجم كبير، ومنهم الحجم اللي قدامكم ده كده، ده الصغير بتاعها. فلو انتوا كمان هتعملوا الكميه اصغر ممكن توصل معاكم ل 45 او اكتر كمان. فده الشكل التاني كمان حبيت اوريه لكم، يعني في ناس بتعمل الشكل ده والشكل ده. وبعد كده هنبتدي بقى نقليها. عشان نقليها هنجيب زيت غزير، لازم تتقلي في زيت غزير، ما ينفعش زي البطاطس، لازم زي زيت الستريبس كده مثلا. هتحطيها والزيت يكون سخن والنار عاليه، وبعدين تبداي ترشي من الزيت كده بمعلقه وهو سخن عليها من فوق علشان ما تفكش معاكي. وبعد كده نبدا نقلبها كده زي ما انتم شايفين بعد ما يفوت دقيقه بالظبط. بعد كده بقى هتسيبيها على النار وانتي متابعاها، والنار تكون بقت متوسطه يعني سخنه برده، بس ما تكونش سخنه قوي قوي، مش احمى حاجه عشان ما تتحرقش معاكي. ونسيبها 7 دقايق هتكون جاهزه معاكي وممتازه وخطيره زي ما انتم شايفين كده. باقي الكميه هتحطيها في الفريزر زي ما هي لحد لما تتجمد معاكي تماما، وبعد كده تحطيها في اكياس او علب تلاجة لحد ما تحتاجي ان انت تستخدميها. بصي هتلاقيها من بره كريسبي بعد ما اتقلت معانا. حطي عليها بقى دبس رمان وقدميها، وبألف هنا وشفا. بجد لو عملتيها بالطريقه دي هيدعولك عليها. مليانه حشو، مش سميكه قوي، سمكها رفيع ولذيذه وكريسبي من بره كده وتجنن. جربوها، ولو شايفين ان مجهودي ده يستاهل اللايك فما تنسوش تعملوا لايك وشير. وكل سنه وانتم طيبين.